مش انا قلت لكم ان احمد سيد زيزو صادق في كل حاجه؟ وفي كلامه قال لك اسال المستشار مرتضى منصور وهو شاهد على كل حاجه. شوف بقى المستشار مرتضى منصور بيقول ايه على اداره نادي الزمالك واحمد سيد زيزو علشان تعرفوا ان الراجل صادق في كل كلمه قالها. اسمع كده يا صاحبي. زيزو ما مشيش عشان الفلوس، زيزو مشي عشان الوساخه والشرمطه. والواد كان هياخد 3 مليون مش بتوعنا ليه لوحده. جبت يا زيزو سافر، خلي بالك يا موقف صعب، لان لبيب اوفا ده كان عامل شرط جزائي لو دفع 16 مليون جنيه يمشي في العقد بتاعه لما هو عمله له. قال لي انا في الزمالك ده الوحيد اللي بالاسواق. المطلوب ابويا، قعدت عربيتي الملاكي المنيا جابت الباشا المحترم ابوه والواد مضى على بياض. ده الفرق. زيزو ما مشيش عشان الفلوس، زيزو مشي عشان الوساخه والشرمطه. تاني، وانا لما اكون انا فرحان بنفسي واخد ابني احمد ولا امير معايا المحكمه، فرحان ابوكم رئيس محكمه، خلاص؟ رايح اقابل رئيس المحكمه الكبير يقول لي اطلع بره يا ابن الكلب. ده ولادي يقطعوه. ممدوح عباس جوه النادي، اللي اشترى النادي عايز اعرف من مين. ده ما فيهاش ليه يا جماعه، ده كله شيكات عشان اي حد هيجي تاني مش عاجبه احجز ونقرر نقعد 200 سنه. تمام؟ طلعت زيزو وابوه قال لا 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 تاخد ابوك من هنا اتكل على الله، ده شرف. ده جاي تتاجر في ابنك ده في النادي. ايه اللي دخل زفت ممدوح عباس الملعب؟ هيخش ومكسر عين اللي جايبه. عرفتوا بقى ان احمد سيد زيزو هو اللي صادق وادارتكم هي اللي كدابه واداره خايبه وما زلتوا بتدعموهم. واحب اقول لكم يا خيبتكم في ادارتكم. بس كده، يلا سلام.